إيه اللي هيحصل لو قابلت حب الطفولة بعد 7 سنين من آخر مرة شفتوا بعض فيها؟ سؤال إجابته ممكن تخلي خيالك يروح لبعيد، بس خلينا نرجع للواقع تاني عشان إجابة السؤال ده موجودة في فيلم 6 أيام، وده موضوع حلقة النهاردة. فيلم 6 أيام اتعرض سنة 2025 من إخراج كريم شعبان وتأليف وائل حمدي وبطولة أحمد مالك وآية سماحة. بتبدأ أحداث الفيلم يوم 19 ديسمبر 2006 مع يوسف وعلي وهم بيتفرجوا على فيلم في السينما، وبنعرف إن هم مزوغين من الدرس عشان يقعدوا مع بعض عشان يشوفوا هيتقابلوا إزاي بعد كده، وده بسبب إن علي هتنقل من المنطقة اللي هم فيها اللي هي المنيا بعد 10 أيام. لكن آخر اليوم بتحصل المفاجأة، وهي إن علي قررت إن هم هيمشوا من المنطقة في نفس اليوم مش بعد 10 أيام. بنروح بعد كده ليوم 19 ديسمبر سنة 2013 وبيحصل الحدث أو الصدفة اللي بيتبني عليه باقي الفيلم. يوسف بيروح كافيه وعالية بتطلع شغالة في الكافيه ده، بيتكلموا وبيحكوا لبعض إيه اللي حصل في الكام سنة اللي فاتت، ويوسف بياخد باله إن تاريخ اليوم ده 19 ديسمبر نفس تاريخ آخر مرة اتقابلوا فيها، فبيتفقوا اتفاق هو إن كل سنة يوم 19 12 يتقابلوا لو ظروفهم تسمح، وكل واحد منهم بيمشي في طريقه. وبنشوفهم باقي الفيلم وهما بيتقابلوا في نفس اليوم 4 مرات على مدار 11 سنة، وبنشوف مع بعض يوسف وعالية في كل لقاء بيحصل لهم إيه وبيتغيروا إزاي. كل مقابلة مرحلة جديدة في حياة كل واحد منهم، مليانة تغيرات عاطفية ومهنية وعائلية. بنشوف علاقتهم بتتطور أو بتتدهور إزاي بمرور السنين. الفيلم قدر ببساطة شديدة ومن خلال قصة رومانسية إنه يوريك قدرة الزمن على التغيير، وده الجزء التاني من اسم الفيلم وعملت إيه فينا السنين. الفيلم قدر يعرض لنا التغيرات الإجبارية اللي حصلت ليوسف وعليا بفعل الزمن، وقدر كمان يوضح إن الزمن بيغير حاجات كتير من غير ما يستأذن صاحبها. طريقة سرد الفيلم حلوة جدا، فيلم بيتحكي في 6 فصول، كل فصل هو يوم مقابلة يوسف وعليا. أي نعم هي الطريقة مش جديدة وشفناها قبل كده في فيلم زي دوج فيل مثلا، وشفناها في نفس السنة في فيلم سيكو سيكو، بس استخدامها في الفيلم كان مميز ومختلف عن باقي الأفلام. كمان عناوين الفصول حلوة جدا، يعني الفصل الأول كان جملة على لسان عالية، الفصل التاني جملة على لسان يوسف، وهكذا. عناوين الفصول من كتر ما هي حلوة ومعبرة ممكن نعتبرها أقوال مأثورة أو كوتس. إخراج وتصوير الفيلم حلوين جدا. كريم شعبان رغم إن ده الفيلم الطويل الأول ليه، بس هو أظهر في الفيلم ده لغته السينمائية الرائعة، وكمان اعتماده على البساطة والهدوء والتركيز في التفاصيل زود جدا من حلاوة الفيلم. وإضافة على ده طبعا كادرات الفيلم الخطيرة والممتعة بصريا جدا، وده كمان يودينا لاختيار الأغاني. اختيار الأغاني في الفيلم عبقري. في نهاية كل فصل كان فيه أغنية بتعبر عن اللقاء ده أو عن شعور يوسف وعليا تجاه بعض أو تجاه نفسهم، ويمكن فيهم أغاني أنا ما سمعتهاش من زمان رجعت أسمعها بسبب الفيلم. وطبعا كل أغنية محطوطة في مكانها الصح وكملت المشاهد ووصلت الإحساس المطلوب على أكمل وجه. الأداء التمثيلي لأحمد مالك وآية سماحة ممتاز، الاتنين قدروا يوصلوا تغير الشخصيات طول الفيلم من غير ما تحس إنه غريب أو مش منطقي، ودي مش سهلة بسبب إن الشخصيات زي ما قلنا قبل كده بتتغير بمرور الوقت. الشخصيتين في تنقل بين السعادة والحزن، بين النجاح والفشل، بين التوهان والاستقرار، وبالتالي مطلوب من الممثلين إن في كل لقاء بين يوسف وعليا أحس بالتغيير اللي حصل لهم من غير ما أحس إنه مصطنع أو مش حقيقي. والحقيقة إن أحمد مالك وآية سماحة نجحوا في ده جدا. العيب الأكبر في الفيلم هو عنصر الصدف الكتير. حرفيا الفيلم قائم على صدفة، يعني يوسف وعليا اتقابلوا صدفة، لما هو قرر ياخد خطوة ناحيتها كانت هي اتجوزت، لما هي حاولت ترجع له تاني كان هو اتجوز، وفي الآخر هما الاتنين انفصلوا ورجعوا لبعض تاني. وعلى ذكر النقطة دي خلينا نروح للعيب التاني وهو نهاية الفيلم. نهاية مش حلوة، شايف إنها ما خدمتش الفيلم ومعمولة عشان الفيلم ينتهي نهاية سعيدة والناس تطلع من السينما مبسوطة، وكان هيبقى أحسن بكتير لو خلص من بعد مكالمة يوسف وعليا مثلا. أعتقد أي نهاية كانت ممكن تبقى أفضل من إن هما يتقابلوا في الآخر بالصدفة العجيبة دي. في العموم النص التاني ممل شوية، سهل إنك تتوقع اللي هيحصل، وده راجع لوجود نمط متكرر من الأحداث على مدار الفيلم. في النهاية فيلم 6 أيام يظل واحد من أحلى أفلام السينما المصرية على مدار الكام سنة اللي فاتوا، وأكيد نتمنى يكون في تجارب جديدة من النوع ده في السينما المصرية. لوحدي في المكان، نزلت دمعة عينيا وذكريات زمان فجأة جمت علي.